صباح الخير يا لافينا. هنكمل الحواديت بتاعتنا في البث المباشر دون، وفي شوية نقط هنتكلم فيها النهاردة، إلا إن احنا هنبدأ بمعبد وادي السبوع لما بنصعد سلما طويلا بيفضي بينا إلى شرفة ضيقة تمتد وراءها الواجهة الصخرية لقاعدة الأعمدة اللي كانت تتوسطها بوابة كبيرة بنى فيها المسيحيون بابا مزدوجا ذا قوسين أو عقدين مستديرين. ومرة أخرى هنصعد سلما هيؤدي بنا لشرفة ضيقة تمتد خلفها الواجهة الصخرية لصالة الأعمدة، وفي الواجهة دي بوابة شغلها المسيحيون بباب مزدوج ذي أقواس مستديرة. إذا مررنا بهذا الباب هنجد أنفسنا في الصالة المنحوتة في الصخر، واللي تبلغ 41 قدم في 52 قدما في 19 قدما ارتفاعا، بها 6 أعمدة ذات تماثيل أزورية لرمسيس، إلا إنها تهشمت الآن. 6 أعمدة أخرى مربعة الشكل خالية من الزخارف، وتحولت القاعة ديا لكنيسة مسيحية ما زالت قبتها ومسبحها موجودين مع بعض حطام النقوش الهزيلة واللي زخرفت الجدران بيها. تقع وراء هذه القاعة واحدة أخرى مستعرضة مع ملحقين، أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب. الحقيقة إن في البث دون عندنا أكتر من تعليق جالنا. هنبدأ بالتعليق الأولاني. في صديق لينا بعت لنا بيقول لنا: طرد الرسول كل اليهود من المدينة، لكنه ترك 2 منهم، واحد علشان يرهن درعه عنده، والتاني كان بيرمي القمامة أمام منزله، وانتم مصدقين. الحقيقة التعليق دون يميل للصيغة الدينية وما هواش ذا أهمية بالنسبة لي، لأن بنكرر كل مرة موضوعنا هو الحضارة المصرية القديمة. بتمثل النقوش البارزة رمسيس الثاني وهو بيقدم القرابين لآلهة أخرى مختلفة وإلى ذاته المقدسة. وبتنفتح من الحجرة المستعرضة دي 3 حجرات مكشوفة استخدمت الغرفة الوسطى كمحراب مزخرف بمشاهد بيظهر فيها الملك وهو بيقدم ظهور لمركب حار أخت جهة اليمين، والمركب آمون رع لجهة اليسار. على الجدار الخلفي بيمثل المنظر المتوسط مركب الشمس اللي بيتعبد إليه الملك، ومعاه 3 من القردة واللي ليها راس كلب. كما يوجد تحت هذا المشهد مشكاة بتضم الثالوث السماوي واللي أصابها تلف شديد.
الثالوث دون مكونة من آمون ورمسيس الثاني حار أخد، كما بيشاهد رمسيس الثاني على جانبي المشكاة وهو بيقدم الزهور فوق هذه المشكاة، وبينها وبين المركب المقدس المنقوش فوقه رسم بعض الرهبان المسيحيون بعض النقوش والرسوم المسيحية بمهارة. في المرحلة الثانية لإنقاذ آثار معابد النوبة، ساهمت حكومة الولايات المتحدة بمبالغ سخية في إنقاذ 3 آثار هامة من معابد النوبة، هي بيت الوالي، وادي السبوع، مقبرة بانوت، وده بمبلغ 1,000,000 جنيه. عهدت مصلحة الآثار للشركات العربية عشان تنفذ هذا العمل، واللي تم معظمه في السنوات من 1963 ل 1965. تم فك هذه المعابد بنجاح. أعيد بناء معبد الوالي في منطقة كلبشة، أما معبد السبوع تم نقله لبعد 4 كيلومترات من موقعه القديم. أعيد تركيبه وبناؤه عام 1972 في المنطقة الثانية، واللي بتسمى الآن بمنطقة وادي السبوع، حيث أقيم المعبد شمالها، وأقيم بجواره معبد الدكة، معبد المحرقة في أماكنها الجديدة فوق منسوب بحيرة السد العالي. أما النقوش المسيحية في معبدي أبو السبوع تم إنقاذها بواسطة بعثة يوغوسلافية عام 1964 و 1963، ورممت مصلحة الآثار النقوش ديا وعرضتها هي وغيرها من النقوش القبطية، واللي تم العثور عليها في المتحف القبطي بالقاهرة. هيبقى عندنا فرصة دلوقتي ناخد تعليق تاني. صديق لينا باعت 7 يظللهم الله يوم لا ظل له، لكن لكي يكون لله ظل يجب أن يكون تحت الشمس. سبحان الله عما يصفون، أو أن يكون عقلك تحت حذائك. هل تلاحظون كيف أن الأحاديث من وحي الشياطين؟ برضو ده تعليق يميل للناحية الدينية، ملوش علاقة بالحضارة المصرية القديمة. محاولة انك تجر البث المباشر للناحية الدينية، بحب أبلغ اللي بيحاول يعمل كده هتكون محاولة فاشلة. احنا مهتمين بالحضارة المصرية فقط. هنتكلم دلوقتي على 6 بيذهب العلماء ان الموطن الأصلي للإله ستخ إنما كان في الصعيد، ربما في شاشة